يا نهار أبيض، يا مساء الأنوار على حضراتكم جميعا، يا أهلا وسهلا. نجمنا النهاردة كان لاعب عظيم في نادي أسوان، ولما راح الإمارات درب مجموعة أندية كبيرة، وأخد في أكتر من موسم أفضل مدير فني في الإمارات. ولما جه هنا درب أسوان مرة تانية وصال وجال. كلكم عرفتوه طبعا، كابتن أيمن الرمادي. مساء الأنوار يا أبو الكباتن. كل سنة وحضرتك والسادة المستمعين بألف صحة وخير وسعادة يا رب. كل سنة وانت طيب يا كابتن مدحت. بتقضي طيب يومك ازاي خلال شهر رمضان في الوقت الحالي؟ والله احنا دايما، هو طبعا عاداتنا احنا وتقاليدنا بنقعد طبعا لحد ما صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر طبعا بننام، بنصحى الصبح. طبعا الأسرة بتبقى غالبا وخصوصا ان احنا من قرى، يعني كنت بتلاقي لمة العيلة كلها. كنا بنقعد مع كل الأهل يعني. طبعا الستات بيعملوا الأكل، وإحنا طبعا بنجتمع كلنا. لكن هي طبعا الفترة اللي هي كانت بتبقى فيها لمة كبيرة هي بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء والتراويح. كان بيبقى كل الأهل والأقارب بيبقوا موجودين، ودي يمكن من أكتر الشهور اللي كان بيبقى فيها الناس فيها يعني حالة اجتماعية كانت متميزة جدا، إن الكل كان بيبقى موجود مع بعضه، وكانت بتبقى لمة جميلة يعني. هل اختلف رمضان زمان عن رمضان بتاع اليومين دول؟ لا، الفرق كبير جدا. كانت زمان كان اعتقد كانت الناس برضو مش مشغولة كتير بمصاعب الحياة. دلوقتي اعتقد ان كله مشغول، حتى الشغل وكده. زمان كنا بنتقابل كلنا يعني اصدقائنا، وكانت اللعب الكرة اللي هي الكرة الهاوية يعني، اللي هي كانت جميلة، كانت اكتر. يعني احنا نتخيل ان احنا مثلا كنا في رمضان ده نلعب مباريات بعد الفجر، يعني اول ما النهار يطلع كده قبل الجو ما يبقى حر. وكنا نلعب بعد المغرب لحد يمكن السحور. فكانت الاجواء كانت مختلفة تماما. كان في ايام زمان كانت الدورات الرمضانية دي كانت بتبقى فعلا سخنة جدا، وخصوصا في الايام اللي هي الاخيره، نهايات الدورات دي. يعني انا اذكر احنا كنا بنلعب مره يمكن في 4 دورات في وقت واحد، تخلص مباراه تطلع تروح منطقه تانية فيها مباراه. فكانت ايام جميله. دلوقتي اعتقد ان الوضع اختلف، والسوشيال ميديا شغلت الناس بصوره كبيره. ويمكن اكتر حاجه دلوقتي أثرت في رمضان هي موضوع السوشيال ميديا، وتلاقي كل واحد ماسك تليفونه وكل واحد. فالعملية شوية اختلفت كتير، مش شوية يعني. بالنسبة لك انت ايه الأكلة المميزة على الفطار وكمان على السحور؟ الحقيقة الفطار أنا بحب جدا المحاشي يعني، وخصوصا المحشي الكرنب. الكلام ده لو في الشتاء يعني، لأن كان زمان المواسم الأكلات كانت بتبقى في مواسم بس، مش زي دلوقتي في كل الأوقات يعني. وطبعا عشان انا يعني من كرة وكده يعني، فكنت بحب جدا البط. في السحور بحب غالبا ما نستغناش عن الفول ابدا، والجبنة والبيض وكده يعني. لكن غالبا يعني اللمة هي اللي كانت بتعمل حاجة كانت بتبقى جميلة جدا في موضوع الاكل، وان العائلات بتتجمع وكده. ودي اكتر حاجة كانت بتخلي الاكل ليه شهية وليه، خصوصا في رمضان يعني. احكي لي عن اطرف المواقف اللي انت لا يمكن تنساها. دايما انا عندي شوية مش منضبط في المواعيد، بعيدا عن التدريب والشغل يعني ممكن شوية يعني اتأخر شوية. لكن الموقف ده ما كانش بسبب انا، كان اعتقد كان في الوقت ده كانت الحاجة في الفيوم عزمانة على الفطار، وبعدين حصل حاجة في الشارع. اعتقد كان في طريق مقفول او كان في حادث وكده يعني. وهي بتكلمني وانا عندي لازمة كده، دايما اقول لها ايه، انا بيني وبينك 5 دقايق حتى لو. فدايما فهي تكلمني في التليفون قبل المغرب ب10 دقايق، قلت لها بيننا وبينك 5 دقايق. المغرب اذن، قلت لها بيننا وبينك 5 دقايق. طبعا كان يومها الطريق اتقفل، وقعدنا في الطريق، رحنا بالظبط على السحور. وكل 5 دقايق كل ما تكلمني تقول لي اقول لها بيني وبينك 5 دقايق، لان انا مش عايزها تتضايق.
ففي الاخر طبعا اكتشفت ان انا مخطئ، يعني كنت قلت لهم افطروا انت واحنا مش مشكله، لان الطريق فعلا اتقفل، كان في حادثه. وده كان من المواقف الغريبه جدا. فهي لحد دلوقتي فاكراها لي، تقول لي ايمن يقول لي انا على الكوبري 5 دقايق واكون عندك، وهو يكون لسه ما طلعش من اكتوبر. فاصل ونواصل. ورجعنا مرة تانية مع الكابتن الكبير أيمن الرمادي. ايه اغرب المواقف اللي ما تقدرش تنساها خلال مسيرتك الكروية في شهر رمضان؟ كنا بنلعب في أسوان الحقيقة، وكنا بنلعب في شهر رمضان في جو كان تقريبا شهر 7. انت عارف أسوان في شهر 7. كنا بنلعب في اليوم ده الزمالك، كان بيلعب أعتقد صديقنا عفت نصار في الزمالك. أيامها كان فريق الزمالك اللي كان فيه أحمد رمزي وعفت وإسماعيل يوسف، وكان بيدربنا الله يمسيه بالخير الكابتن مشير عثمان. ومباريات أسوان بتبقى الساعة 3، ما كانش فيه أضواء أيامها يعني، فهتلعب ازاي المباريات دي وانت صايم؟ فكان معانا لعيب كان دمه خفيف جدا اسمه عبد الحليم حافظ. فطبعا يومها يعني عملية قاتلة، جو نار، وبتلعب الساعة 3 وفي رمضان. فطبعا في بعض اللعيبة يعني اتحملت وصامت. عبد الحليم بقى كان أثناء المباراة لاحظت ان كل شويه عايز يطلع يتمضمض. طبعا في لعيبه ما قدرتش تستحمل يعني موضوع الصيام، والتعب خلاها فعلا ما قدرتش يعني. فكل شويه يطلع، اول مره يعملها يطلع. كان زمان بقى ما فيش كانت الميه مش زي دلوقتي يعني. كل شويه يطلع يغسل وشه ويمضمض، يغسل وشه ويمضمض. بالليل لما خلص المباراه، وفي اليوم ده حصل موقف غريب جدا، ان تودي لاعب كان معانا اسمه تودي وعفت نصار، حصلت مشكله بينهم. لقينا عفت نصار وقع في الارض وماسك سنتين في ايده، كسر سنتين. المهم عفت طبعا صديقنا وحبيبنا، وتصالحوا بعدها يعني، حتى لو تعرف انت عفت مركب عامل تركيب. فبعدها بالليل بعد ما خلاص فطرنا وقعدنا بقى بالليل، طبعا المباراه كانت مجهده جدا. طلعت المباراه دي يومها 0-0. عبد الحليم انت كنت بتعمل ايه؟ بتطلع تمضمض؟ قال لي ما قدرتش، انا فطرت، فكنت بطلع اعمل ان انا بتمضمض واروح واخد. فكانت من المواقف اللي كانت يعني كانت غريبه شويه. كان ايامها الدوري كان بسبب ازمه الخليج امتد لحد شهر 8، فكنا بنلعب في الوقت ده في شهر 7. بالنسبة للدورات الرمضانية، احكي لي عن أطرف المواقف اللي انت لا يمكن تنساها خلال مشاركتك في الدورات دي. في الدورات الرمضانية احنا افتكر كده كنا بنلعب في دورتين في وقت واحد. وانت عارف هناك برضه يعني الدورات دي بيبقى التنظيم فيها قليل. ففي دورة مثلا بتتلعب الساعة 11 بالليل، ودورة الساعة 12. فاحنا بنلعب في قبل النهائي في دورة. المهم قبل النهائي كان في اكسترا تايم، يعني لو اتعادلت في اكسترا تايم، ولو لعبت الاكسترا تايم ممكن ما تلحقش تلعب في الدورة التانية اللي هي مثلا مسافة تبعد بتاع نص ساعة ولا حاجة. فلعبنا وحظنا اكسترا تايم، والماتش توقف وضربات جزاء، والمباراة التانية هتبدأ. فقلنا اكيد انا وزميلي اللي بنلعب في دورة تانية، مش فريق كامل يعني، 2 بنلعب مع فرقة تانية في دورة تانية. فقلنا اكيد الفرقة هتلعب من غيرنا، ولازم ونروح بقى حتى لو هنروح الشوط التاني وكده. ورحنا خلصنا المباراة اللي هي اللي كان فيها ضربات جزاء دي، وكسبنا. وبعدين رحنا هناك، احنا اعتقدنا ان الماتش بدأ والدورة التانية اتلعبت، واحنا هنروح بقى نلعب شوط تاني ولا حاجة يعني. رحنا لقينا زحمة جدا، ولقينا امن وحاجات من دي. اتاري واحد كان موجود، كان هو من العمد يعني، قال حلف صدر منه يمين 3 الدورة ما تتلعب. قال كنت انا وواحد صاحبي اسمه طه، الدورة دي ما تتلعب الا لما يجي ايمن وطه. المهم من هنا لهنا اختلفوا، راح جايب ناس اصحاب يعني، هو عمدة بقى وليه ناس راحوا شايلين العرض كانت بتتزرع في الارض. راح زارين العرض وحطهم على العربية نص نقل، وحلف طلاق 3 ما تتلعب الدورة لما يجي. رحنا طبعا الماتش باظ والدورة باظت،
واتعادت تاني يوم، رحنا قالوا لا يا عم العمده شال العرض. هل فطرت قبل كده خلال شهر رمضان؟ في وقت من الاوقات لعبنا ماتش الساعه 6 الصبح وطمعنا، قعدنا نلعب لحد 9، كان موت. انا فاكر كنت ساعتها يمكن في اولى ثانوي تانية ثانوي حاجه كده يعني. روحت البيت ان انام مفيش، وبعدين لعب كرة بقى وخلي بالك المباريات دي انت عارف الحماس فيها بيبقى عامل ازاي، يقول لك ل9 الصبح، وكان ايامها رمضان في الصيف، كان في عز الصيف. فرحنا رحت البيت مش قادر، لا قادر انام ولا هموت، يعني موضوع قاسي جدا. قمت اقول لك على مفارقة غريبة، قمت عملت ايه، رحت شارب مش قادر هموت. فدي المفارقة بقى الغريبة ان انا ابني حصل معاه نفس الموقف واحنا كبار. فكانت عمته قاعدة في الصالة وهو دخل لعب كورة نفس الموقف الصبح، ودخل التلاجة، بس هو كان صريح، انا بقى كنت بنتخبي شوية، دخل التلاجة شرب. فعمته واحنا على الفطر كده، انا شفت واحد دخل عند التلاجة وشرب مية، بس مش عارفة هو مية، كانت نايمة، انا مش عارفة هو مين اللي فاطر في البيت. هو راح ضحك، فقلت سبحان الله نفس الموقف اتكرر مثلا بعد 20 سنة مثلا. كابتن أيمن بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك كل توفيق إن شاء الله، وغدا بمشيئة الرحمن لقاء جديد.